النهارده فطارنا فطار لذيذ، فطار من الحاجات التقيلة كده اللي ترُم، اللي طعمها خطير. بُص طبق الرز المعمّر عامل إزاي، لونه، طعمه، ريحته كانت خطيرة، كمان الوش بتاعه تحفة. لو أول مرة تشوفوا ليّا فيديو أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب، اشتركوا في القناة وتعالوا أقول لكم على الوصفة الخطيرة دي. عملنا طاجن لحمة بالبصل، هاقول لِك على سليق اللحمة اللي يجيب ريحته آخر الشارع. لازم تكون فيه نجمة ينسون، ورق غار، فصين حبهان وواحد مستكة، رشة الفلفل الأسود، التمراية، طماطماية مقطعة، البصلاية. شوحي كل ده يا ست الكل، وبعدين حطي عليه المية السخنة لما ياخد لون كده، هتلاقي أحلى ريحة لحمة عندك في قلب البيت، وأحلى طعم وذوبان تحفة. ولا في زفارة ولا لحمة مفتلة ولا حاجة ناشفة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص، وطعم وريحة محترمين. أول غلوة هتشيلي الريم اللي فوق الوش البسيط ده، وبعد كده تسيبي اللحمة على نار هادية تستوي. تعالى أقول لكم بقى نكمل بقية الطاجن إزاي. هنزل ببصلتين كبار جوليان، كمية البصل على حسب ما انت حابة، مش ليها مقدار معين. تمام، انا هنا لا بدبل البصل ولا بديله لون، انا بس عايزة اخليه يفك من بعضه ومش اكتر من كده. وكمان هساعده بشوربة اللحمة لاني مش عايزاها تبقى تقيلة، مش عايزة الوصفة يبقى البصل فيها متحمر او واخد لون ويبقى تقيل يكتم على القلب، لا، هكرمله بشوربة اللحمة. علشان عارفة إني مش هياخد وقت على البوتاجاز، هنزل عليه 3 أو 4 فصوص توم كبيرة متقطعين شرايح. ركزوا كويس في قلب الوصفة، التكات مع بعضها كده ونزولي الحاجة بالترتيب والتوابل بالترتيب هتخليكي تاكلي أحلى طاجن لحمة بالبصل. رشة الفلفل الأسود دي بتخلي الريحة بقى تطلع كده هوت، والبصل تبقى ريحته من أول مرة، من أول تقليبة كده على البوتاجاز ريحته حلوة. كل يوم بنعمل وصفة جديدة، ممكن جدا نعمل وصفة تقعد معانا يوم واتنين، او ممكن ناخد من بقايا الوصفة بتاعت النهاردة نعمل بيها اكل تاني يوم. خليكم متابعيني، كل يوم هنزل لكم سفرة جديدة او حلو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان اكبر قدر من الناس يستفيد، ولو محتاجة وصفة جديدة او حاجة جديدة اكتبيلي في التعليقات وانا هعملها لك المرة الجاية. نزلت 3 فصوص توم او 4 فصوص على حسب الحجم بتاعهم متقطعين حلقات، وهقلب بقى كويس جدا. بصوا اللحمه استوت ازاي، تحفه. على نار هاديه تاكلي احلى حته لحمه مستويه. هنزل بايه بقى، بهارات 7 حبات، واحده من نجمه اليانسون، فص حبهان وفص مستكه وورقتين من اللور. وهبتدي بقى انزل اللحمه بتاعتي على البصل. كل واحد يحط قطعية اللحمة اللي هو عايزها. أنا شخصيا بفضل القطعية بتاعت الموزة، بتبقى خفيفة معرقة، طعمها بيبقى حلو وما بتبقاش مفتلة، وكمان ما بيبقاش فيها كمية دهون كتير. الكولاطة كمان حلوة جدا في الوصفة دي، لكن على حسب ما انت عايزة أي قطعية لحمة انت حابة تحطيها حطيها. أول ما تبتدي الريحة بقى تطلع من البصل والثوم وشوية التوابل الحلوين اللي انت حطيتيهم دول، هنزل ببطاطس. بصوا البطاطس انا مقطعاها مش صينيه، وممكن جدا ما تحطيهاش، بس انا حبيت ان انا احطها في الوصفه لانها هتشرب من اللحمه ومن البصل والثوم وهيبقى طعمها خطير. ممكن استخدم بطاطس اللي هي زي البصل القوارمه، اللي هي الصغيره خالص بتاعه الحشو دي، بتبقى خطيره برضو. احط بقى نص كوبايه او كوبايه من الشوربه، ومع اول غلوه هوطي على اللحمة وهسيبها بقى يعني حوالي 6 دقايق كده بس على البوتاجاز. هنزل لها الفلفل بتاعها اول ما اطفي عليها. في الوقت ده انا حاطه الطاجن يسخن في الفرن. لو عايزه الاكل بتاعك يطلع مظبوط في الطواجن بالخصوص، حطيت رشه بسيطه من البهارات تاني. لازم الطاجن يكون سخن قبل ما تنزلي فيه الحاجه، علشان الاكل ينزل في الطاجن سخن وما ياخدش وقت في قلب الفرن، ده بيبقى احلى كتير. وبيفضل بقى اكبر وقت ممكن سخن في السقعة ديت. بصوا الشكل والريحة كانت يا جماعة تحفة تحفة، حاجة كده خطيرة تخطف قلبك.
جددوا في الوصفات بتاعتكم، كلها حاجات ما توقفش كتير في قلب المطبخ، شكلها حلو جدا في العزومات او حتى في غير العزومات، وفي نفس الوقت طعمها بيبقى خطير جدا. كفايه بقى بطاطس من اللي بصلصه في صينيه اللحم، حلوه جدا جدا، بس نوع من انواع التغيير. حطيت رشه بسيطه من الفلفل الاسود وكام حلقه طماطم كده، وهتسير على بركه الله في الفرن. هعمل كمان كفته برز، بصلايه صغنططه خالص وفص توم واحد بس عشان ما تتعبش، نزلتهم في معلقه زبده. هنزل عليهم بالطماطم اللي معصوره في قلب البيت، مش معجون طماطم. حاولي تستخدمي الطماطم بتاعه البيت، بتبقى اخف واحلى كتير. هحط ملح، فلفل اسود، بهارات 7 حبات، مش هحط حاجه اكتر من كده، ودي كميات قليله جدا. مع اول غلوه للطماطم هبتدي انزل الكفته بتاعتي، بس وكده خلصت. انا بسيبها تغلي غلوه واحده بس، يعني مجرد ما تقعد 5 دقايق هطفي عليها، لانها هتشرب الصوص ده. وكل مره هيحصل كده هتزودي، هتبص تلاقي الكفته نفشت منك وشكلها ما بقاش حلو خالص، زي لسان العصفور بالظبط. ده كده طاجن اللحمه بالبصل، كان تحفه وطعمه خطير. لو مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. تعالوا نشوف البطاطس بتاعتنا استوت. تحفه، خطيرة يا جماعة، خطيرة. انصحكم تجربوها. كمان حتة اللحمة كانت بصراحة دايبة. انا مش من هواة الناس اللي بتحب انها تطلع الحاجة، ولان في ناس كتير قوي طلبت مني ان انا ابقى اغرف واطلع الحاجة واعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي. لكن انا الحقيقة مش بحب ابوظ معظم او شكل الوصفات قبل ما تتحط على السفرة. لكن عشان خاطركم انا عملت كده النهاردة، وطبق سلطة خضراء حلو قوي، وكمان الرز المعمر. لو عايزين وصفة الرز المعمر الخطيرة دي اكتبوا لي في التعليقات ونعمله سوا مع بعض. الكفتة زي ما قلت لكم اخدت غلوة واحدة بس، كده بتفضل حجمها زي ما هو، ما بتنفش كده وبتكبر. وبتطفي عليها، ووقت الاكل بتديها نص كوباية مية و تولعي عليها تاني، زيها زي معاملة لسان العصفور بالظبط. وده كده طاجن الرز بتاعنا مفلفل ولونه حلو جدا، واخد الزبدة والقشطة بتاعته، وفي معلقتين كده بحطهم كده حلوين كده بيخلوا الرز مفلفل معاكي. اشوفكم بخير وفطار جديد، سلام عليكم.